مشكلة الخلع المتكرر في مفصل الكتف. كتفك كان طبيعي جدا وعادي، ولكن نتيجة حادثة، نتيجة ان انت وقعت عليه، نتيجة حركة غلط مفاجئة جدا حصلت عندك، ادى ليه خلع في مفصل الكتف. وطبعا الخلع دوت انت رديته، ولكن المشكله ما انتهتش عند كده، ما انتهتش ان انت رديته فانت خلاص بقى رجعت سليم، لان للاسف انت دلوقتي بتعاني من خلع متكرر في مفصل الكتف، واقل حركه بتؤدي لخلع تاني في كتفك. وده طبيعي جدا، لان لما بيحصل خلع لاول مره بيؤدي لضعف في العضلات والاربطه اللي حوالين مفصل الكتف، وده بقى اللي بيخلي عندك من اقل حركه يحصل عندك خلع تاني في مفصل الكتف. وطبعا الخلع المتكرر دوت اللي بيخليك خايف تتحرك عشان خاطر ما تتخلعش، لان انت عارف ان وجع الرد بيكون مؤلم جدا جدا، كمان دايما حاسس بألم في كتفك. ومش بس كده، عايز اقولك انك لو سبت نفسك وحصل عندك خلع متكرر تاني كتير، ممكن يؤدي لقطع في الاوتار اللي حوالين مفصل الكتف، وتحتاج بقى بعد كده عملية وتركب خطاطيف ومشاكل تانية كتيرة جدا جدا. فاكيد انت نفسك تتخلص من كل المشاكل دي، وعايزك بقى تطمن عشان ان شاء الله في فيديو النهارده هنتعلم عملي مع بعض تمارين بسيطة جدا ولكن مهمة جدا انها تخلصك من مشكلة الخلع المتكرر لمفصل الكتف، فبالتالي بقى تقدر تحرك دراعك بصورة طبيعية بدون اي ألم، وما تضطرش ان انت توصل لمرحلة العملية. وببساطة جدا التمارين دي هتشتغل على اكتر من حاجة. اول حاجة هي العضلات اللي حوالين مفصل الكتف نفسه، اللي لما بتقوى بتثبت مفصل الكتف. تاني حاجة العضلات اللي بتثبت عظمة لوح الكتف، وتثبيت مفصل الكتف جزء كبير منه جدا تثبيت عظمة لوح الكتف. تالت حاجة هنشتغل عليها هو تحفيز مستقبلات حسية موجودة في المفصل على الغطاء او على سطح المفصل دوت. اي مفصل بيكون فيه زي مستقبلات، المستقبلات الحسية دي دورها انها بتثبت مفصل الكتف او بتثبت المفصل بصفة عمومة، فلما نحفزها تشتغل احسن، فبالتالي التثبيت يزيد. ودوت ان شاء الله هنشتغل عليه في فيديو النهارده. خلينا بقى نبعد الموديل دوت وكفايه كلام ونبتدي نعمل التمارين. واول حاجه واحنا بنعمل التمارين محتاجين نستعين بيه باي وزن، نستعين مثلا بازازه، بكيس سكر، بوزن 2 كيلو، ايا كان الوزن اللي انت تقدر تستعين بيه هنحتاجه. واول تمرين معانا ببساطه جدا ان انت هتبتدي ان انت تنام على جنبك، ودوت كده طبعا الدراع اللي احنا بنعمله التمارين. وببساطه جدا ان انت بتمسك، بيكون دراعك ده كده وكوعك متن 90 وبيكون جنبك كده، وبتبتدي بكل سهوله ان انت ترفع دراعك كده، تلفه لبره كده وتنزل واحده واحده بكل بساطه بدون اي مشاكل اهو، وتفضل تعمل كده وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل بالراحه جدا بكل بساطه. كوعي متني 90 وكوعي مثبته في جنبي، وابتدي بطلع وانزل، وبعمل الحكايه دي 3 ادوار، كل دور فيه 12 عده. التمرين الثاني بيكون ان انا نايم بقى على الجنب اللي هعمل فيه التمارين، وبيكون دراعي زي ما انت شايف كده، وببتدي ان انا ارفع دراعي كده العكس. الاول كنت بطلعه لبره كده، لا انا دلوقتي بدخله كده اهو، دراعي جنبني وبرده متني 90، وابتدي ارفعه كده وانزل واحده واحده، مفيش اي مشكله عندي. التمرين بسيط جدا جدا اهو، واحده واحده. واعمل الحكايه دي برضو 3 ادوار، كل دور فيه 12 عده. وبعد كده خلصت دوت، اجي بقى للتمرين الثالث معايا، وببساطه جدا اني بكون قاعد كده وابتدي ان انا ارفع دراعي كده كده اهو، بخلي دراعي دوت كده مرفوع 90 وكوعي متن 90، وابتدي برفع كده دراعي اهو، الفه لبره برضو، وهو دراعي مرفوع 90 كده ومتثبت، وكوعي 90 وهو كده. ابتدي بقى ان انا ارفع كده وانزل تاني وارفع وانزل تاني بكل بساطه اهو، ببساطه جدا، مفيش في التمرين اي مشكله. واعمل الحكايه ديت برضو 3 ادوار، كل دور فيه 12 عده. ودوت كده كان تالت تمرين معانا. نيجي بقى للتمارين اللي بتثبت عظمه لوح الكتف اللي قلنا عليها. وببساطه جدا هبتدي ان انا عشان اعمل التمارين دي هكون نايم على وشي كده عادي جدا، وبكون فارد ايديا الاتنين قدام مني وعلى شكل 7، وابتدي ان انا ارفعهم كده وانا مريح جسمي كله ومريح راسي، برفعهم كده واعد فوق عدتين 1 2، وبعد كده اريح، وبعد كده ارفعهم واعد فوق عدتين 1 2، وبعد كده اريح، وبعد كده ارفعهم واعد فوق عدتين 1 2، وهكذا. وبعمل الحكايه دي 3 ادوار، كل دور فيه 12 عده. خلصت التمرين ده بقى اجي على التمرين اللي بعده، وهو ببساطه جدا اني برضو بكون نايم وبتكون ايديا الاتنين مفرودين كده جنب مني، وابتدي ان انا ارفعهم كده واضم لوحين كتفي على بعض واعد فوق عدتين 1 2، وبعد كده بريح، وبعد كده ارفعهم واعد فوق عدتين 1 2، وبعد كده بريح،
وبعد كده برفعهم واعد فوق عدتين 1 2 وبعد كده بريح، وهكذا. وبعمل برضو الحكايه دي 3 ادوار، كل دور فيه 12 عده. خلاص التمرين ده بقى اجي على التمرين اللي بعده، وهو ان ببساطه جدا بتكون ايديا الاثنين ورا كده، وابتدي برضو ان انا ارفعهم كده واعد فوق عدتين ببساطه جدا، وبعد كده اريح، وبعد كده برفع اعد فوق عدتين 1 2 وبعد كده اريح، وبعد كده برفع واعد فوق عدتين 1 2 وبعد كده اريح، وهكذا. وبعمل التمرين دوت 3 ادوار، كل دور فيه 12 عده. نيجي بقى على التمرين اللي بعد كده، هو ببساطه جدا ان انت بتكون على ركبتك الاثنين وعلى ايدك الاثنين، وكل اللي انا عايزه منك ان انت بتحرك جسمك وتشفت جسمك كده على ايديك الاثنين للجناب والقدام والورا، الجناب والقدام والورا اهو، الجناب وقدام وورا. مش عايز منك اكتر من كده، وتعمل حكايه اهو، وتشفت واحده واحده، وتعمل الحكايه ديت لمده دقيقتين. اخر تمرين معانا برضو بيكون من وانت مثبت ايدينك الاثنين كده وجسمك على ايدك الاثنين وعلى ركبتك الاثنين، وتبتدي ان انت ترفع ايدك السليمه وتثبت على قد ما تقدر، وبعد كده تقوم نازل، وبعد كده تقوم برضو رافعها تاني وتثبت على قد ما تقدر، كأن ديت هي ايدي المصابه او ايدي اللي فيها الخلع. وطبعا في الاول هيكون الوقت اللي بقعده بيكون قليل، بس عادي جدا يكشف حتى تقعد 3 عدات بس، 1 2 3 وتقوم مريح، وبعد كده ترفع وتعد اللي تقدر عليه 1 2 3 وهكذا، وتعمل حكايه 10 مرات، وبعد كده تريح وتكرر كمان مرتين. مع الوقت ومع تكرار التمارين هتلاقي الوقت اللي انت بترفع ايدك السليمه فيه وبتحمل على ايدك المصابه بس بيزيد واحده واحده تدريجيا لحد ما تقعد اطول وقت ممكن، وده بيكون دليل على ثبات عندك في مفصل الكتف او دليل على الثبات اللي حصل عندك. نيجي بقى للتمرين انت هتستعين بيه مع حد، يعني حد يعمله لك، مش هتعرف تعمله لنفسك، وده اخر تمرين معانا. وببساطه جدا بتكون انت نايم ومغمض عينيك، وبتكون رافع دراعك كده وفارد كوعك على الاخر، وبيجي حد وانت مغمض يحاول يزق دراعك كده من قدام كده من فوق وانت مثبته كله، يزقه في كل الاتجاهات من غير ما يقول لك الاتجاه، طبعا يزق بمقدار بسيط، وانت تحاول ان انت تثبت نفسك ما تحركوش. يعني انا هو حد تاني من بره انت بتوريه التمرين ده تعمله ازاي، فانا هاجي اعمل لك التمرين وانت مغمض عينك ومثبت دراعك، اجي ازقك كده وانا مش معرفك انا هزق ازاي، فانت تثبت ما تروحش مع ايدي، ازقك كده فتثبت، ازقك كده فتثبت، وتعمل الحكايه ديت لمده 10 عدات اهو. يفضل يعد 1 2 3 4 في الزمن بتاع 10 عدات دوت، يعمل من الزاويه دي. خلص هنا، بعد كده بيخليك تريح 4 عدات، وبعد كده بيقوم منزله لك شويه، ونفس القصه يزقك برضه في كل الاتجاهات وانت تكون مثبت. خلصت يريح 4 عدات، وبعد كده يقوم منزل شويه، وبعد كده يجي يثبته لك في كل الاتجاهات وانت مثبت ما تتحركش معاه، وبعد كده تقوم مريح 4 عدات. خلصت تقوم منزل كده، تاخدها زاويه زاويه، تقسم المسافه دي من 90 درجه كده من فوق لحد تحت على 5 مرات، مره وضع كده ووضع كده ووضع كده ووضع كده ووضع من تحت خالص دوت. زي ما قلت لك بتكون انت مغمض عينك وهو يحاول يزقك في الزمن بتاع 10 عدات، وهو بيعد 10 عدات من غير ما يقول لك اتجاه الزقه، وطبعا يكون مقدار بسيط انت تقدر تعمله وتقدر تتحمله. وبس كده، ودي كده كانت ببساطه جدا التمارين اللي ان شاء الله هتساعدك على تثبيت مفصل الكتف، فبالتالي بقى تجنبك او تعالج لك مشكله الخلع المتكرر في مفصل الكتف، فتقدر تحرك دراعك بدون ما تخاف ان هو يتخلع وبدون اي الم، وما توصلش بقى للمرحله اللي هي بتؤدي ليه ان انت يحصل عندك قطع في الاوتار وتحتاج عمليه بقى والمشاكل الكتيره ديت. وبس كده، وكده يكون فيديو النهارده خلص، اللي اتمنى ان شاء الله انه يكون كان مفيد بالنسبه لك. طبعا الفيديو عجبك واستفدت بحاجه، ما تنساش تعمل لايك، لان ده بيساعد على نشر الفيديو ان هو يوصل لاكبر قدر من الناس هم كمان يستفادوا بيه. وهسيب لك لينك اكونت الانستجرام بتاعنا في صندوق وصف الفيديو، ادخل اعمل فولو عليه، ولو عندك سؤال تقدر تبعته لي، برد على كتير جدا من اسئلتكم كل فتره. وبس كده، بتمنى لك صحه كويسه، اشوفك المره الجايه ان شاء الله، مع السلامه.